يا حنان ما لم أعمل له بك أنا، ما لم أعمل له أنا قد نزلت له مشايخ وأعيان العاصمة صنعاء كلي ما كانوا رافض. نعم ليش أنا قدي 17 مدي 18 جزار، والله ما هو جزار هو أصلا بس كان يفرح باللحمة. بس أنا قال صاحبي يعني شو عمل لي حالة اليوم هذي اروح له. أيوة صاحبي هدهد هذا بعد لنا بعضي. يلا ها مع السلامة. يا عبير أقسم لك بالله يا عبير، أقسم لك بالله يا عبير، لو تعرفي بس مقدار حبك بقلبي لا تصلي لكم معايا يوم الاثنين الثالوث. يوم الثالوث. يلا خاطرك يا قلبي، معي اصلا واحد صاحبي اجى عندي يشيني احل له المشكله حقه مع حنان. يلا خاطرك، مع السلامه يا عيوني. اسمع يا حبيبي، انت اذيتنا واذيت عاري انت وحنان، لكن شوف انا بقول لك حل نهائي. تمام. انا بحكم خبرتي الطويله التي لا تقل عن 35 عام في الطرطره والصعلكه ولله الحمد، وانت عارف يعني بسمعتنا الوسيخه، ادي لك حل نهائي، ادي لك حل يخلي القلب حق حنان ينطر ركبه. بعدك وذا اللي يمشوا. شوف، وانت تمشي بالحاره بالسوق باي مكان تبصر حنان، اول ما تبصر عليك دوخ. الله. اشتقي لها عندك ترشك بالماء او اي شيء، تمام؟ اول ما تصحي هكذا ابصر لها عنده ودوخ مره ثانيه. الله. اول ما تصحي ادوخ. ماشي. حنان قلبي الصغير لا يتحمل، شاد تزوجينا ولا ارجع ادوخ؟ كيف ترجعنا يعني لصف اول؟ اقول لك انا احبه وهي تحبنا، باقي بس اروح بيتنا وانت ترجعنا من جديد. ابا لك لعيصه يعني، قلبك تحبك وانت تحبه، ليش ما تسرح من البيت وتطلبها على الشرع والسنه؟ قد جعنا من جميع الطرق المؤديه لروما. ايوه يعني لحنان وابو يرفض، قال لك نعم ليش جدي 7 19 نعم جزار، هو مش جزار، هو كان ما غير يعجبه اللحمه. هذا من قداك. اي ورفضنا، قال لك نعم لمن؟ لا حول ولا قوه، يعني قال لك جزار قال لك حلاق، ايش التفاهات هذه؟ شوف ورب الكعبه يعني انت تصدق يا صاحبي، انا هو نفس التفاهه هذه ونفس السبب هذا هو اللي خلينا نطرطر بالشوارع بعد ما كنت انا محترم بالناس. تخيل انا كنت محترم وحبوا وسرحنا من الباب نطلب البنت، رفضونا. ليه انت رفضونا؟ لانه قدي 29 تمام، كان حلاق وما كانش حلاق. انا سالت الوالد حقيقه اللي ما كانش حلاق، كان بس يعجبه يقول نعيما. قالوا ماشي اذا لا مزين ارفضوا، ما خارجوناش من الباب، رجعنا من طاقه لا طاقه ما شاء الله علينا شغالين حريقه. يا اخي من طاقه لا طاقه اعمل لي حال، انا يا حنان يا بنا اعمل لي حال، من طاقه من باب من طاقه شمسيه ما يخرج منك الا بحال. والله البنت هذه اشتاح لك روحك. مالك كيف امان، هذا حب مش هو بتروح ينشاف. طيب اسمع، ليش يعني انا بدي لك حل يعني، بس هو قري شويه، بس انا صعوك يعني توقع مني حاجه. بعدك انا ما جيت ولا عندك الا وانا اشتحال. يسرح له عند البنت، ايوه، خرجه لاي مكان، لاي حديقه، لاي زوط امن هكذا، تمام؟ ومشي امورك مع البنت سواء. مشي امورك مع البنت ورجعت لعندي. لما ارجع لعندك؟ اقول له افكارك 80 قلده وتعفر الدنس وان الله غفور رحيم. كيف امشي اموري؟ كذا مشي اموري، استغفر الله يعني تعرف تغلق قيق تحت الماء. ها يا ابني مشي امورك يعني. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله. وبعدين ما يقع، زوجوا الولد اشتروا البنت، التفاهة هذه شغالة حريقة اليومتين هذه.
والله العظيم انك يعني ابو الحلول الصدق، يعني انا ما قلت له عندك لقطه انك يعني اشتغالنا. وليش سمونا الهدهد؟ لانه اللي يسمع كلامك بالسجن يرقد. ترقد بالله ترقد بالسيء. انت بعده توكل. توكل على ابليس. ايوه حبيبي توكل وانا جاهز لك السياط وما ذريع. اليوم سيقام حد من حدود الله في هذه الغرفة. أين الذربة هذا ابن الذربة؟ إن هذا ابن أبو متعفر ذنوبه من الغرفة. اسمع، أول ما يوصل تمام أنا عادي أعمل له 40 جلدة وأنت عليك 40 الباقية. لا ننتقل بقى، خلينا نبلد ابو حتى 60 جلده، في عنده بياس منطش حاسبنا. ها أبو عنده بياس يعمل له 80 جلدة يعملها أنت كلها، ولا أعمل له 70 وأنا عادي 10 الباقيات، بس بشرط أول ما يحاسبك تحاسبنا. بشرعي. الله يحفظك. حيا حيا الله من قال يا مرحبا. كيف يبعد الشميز نبلد ابوك نطع فرد ذنوبك ملان الغرفه. بعد هيا. والله ما تعفر دماغك الا ملت الغرفه. ليش زاد عليك؟ ليش زاد علي وعلوكم انا بنص عاقل. شليتنا ولعند الحاكم وعقدنا ورجعنا ودحين قانا ذوقي. والله ابداع.